عمرك سألت نفسك قبل كده هو ازاي لما احنا بنسقي النباتات في الارض الميه بتمشي وتطلع عكس الجاذبيه، مع ان مفيش اسانسيرات او اي حاجه في النباتات تطلع الميه لفوق؟ باختصار كده هو ده موضوع حلقتنا، وعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبتدي. الى كل من يهم الامر من جوه مملكه البهريز، ببعت لكم السلام ويا مساء العسلية عليكم، وحلقه جديده وبهريز جديد. لو الفيديو ده وصل لك انزل نعنشني بلايك حلو، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك او دوس على سبسكرايب علشان تبقى ممبر في مملكه البهاريز. عشان نفهم الموضوع بتاع النهارده ده خليني ابدا معاك النهارده بكام معلومه بسيطه قوي. طبعا كلنا عارفين ان جسم الانسان بيكون فيه انظمه جواه عشان النقل، زي وسيله مواصلات كده اهو. على سبيل المثال السيركيلاتوري سيستم اللي هو الجهاز الدوري، يعني مثلا القلب اللي في السيركيلاتوري سيستم ده بيضخ الدم اللي بيكون شايل او محمل حاجات كتير قوي عشان توصل للجسم. وطبعا لا قدر الله لو واحد اتعور وايده اتفتحت هتلاقي الدم ده عمال ينزل. الجديد بقى او اللي عايز اتكلم فيه النهارده، هل النباتات دي عندها حاجات تتنقل جواها زي اللي عندنا كده؟ وسؤال يجي في دماغك دلوقتي، هو مش النباتات دي كائنات حيه؟ مع ان النباتات لو قطعت ورقه الشجر بتاعتها مش هتنزل دم زي اللي عندنا. الاجابه على السؤال ده ان النباتات زي الانسان بالظبط، النباتات بتحتاج ميه واكل علشان دي كائنات حيه. بس الاختلاف بقى اللي انا عمال احرق فيه من الاول هو نظام النقل جوه النباتات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النباتات بيكون عندها سيستم لوحده للميه وسيستم تاني للاكل. والسؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه من اول الحلقه، لو انت عندك نبات عايش على جبال او مرتفعات، ازاي الميه بتتنقل لها من تحت لفوق عكس الجاذبيه ومفيش حاجه تطلعها لفوق؟ عشان نفهم ونجاوب السؤال ده خلينا نعرف الاول هي الميه اصلا ماشيه فين جوه النباتات. عارف مواسير الميه؟ اهو بالظبط ده اللي موجود جوه النباتات، حاجات عامله زي المواسير وبيكون اسمها الزايلم، اللي بتنقل الميه من تحت في الجذور بتاعه النباتات لكل حته في النباتات فوق. بمعنى ان المواسير او الزايلم دي بتكون ماشيه في كل حته في النبات. تعال بقى اما نتكلم على بهاريز النهارده. تخيل معايا بقى ان في ماسوره موصله من تحت لحد فوق. علشان حضرتك ما تتوهش والكلام يبقى معقد بالنسبه لك، تعالى ما ابسط لك الموضوع بفكره الشاليمو. تخيل حضرتك معايا علبه عصير، وحضرتك بتشفط العصير اللي جوه العلبه. ايه بقى اللي بيخلي العصير انه يطلع من تحت لفوق عكس الجاذبيه؟ اللي بيحصل ان حضرتك لما بتشفط العصير من فوق الضغط فوق بيقل، فلما حضرتك قللت الضغط فوق طبيعي ان الضغط تحت في العلبه بقى عالي وازيد من اللي فوق، وبالتالي العصير يتنقل من العلبه تحت المكان اللي فيه الضغط العالي للشاليمو من فوق المكان اللي فيه الضغط القليل، اللي تسبب نتيجه الشفطه اللي حضرتك شفطتها. سهله كده؟ تعالى بقى نطبق نفس الفكره او المبدا على النباتات. وعشان نبسط المعلومه دي تعالى نقسمها لنصين، نص تحت الارض في الجذور تحت، والنص التاني عند ورق الشجر فوق. تخيل معايا ان في ماسوره موصله من تحت في الجذور وطالعه فوق لحد ورق الشجر. طبعا الماسوره دي هي الزايلم اللي هتوصل الميه. اول جزء دلوقتي انا بسقي الارض او برويها، فتقوم الجذور بتاعت النباتات تقوم سحبه الميه، والميه دي تفضل تتسرسب 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 لحد ما توصل لاول الماسوره تحت اللي هي الزايلم، ويتكون عندي هنا اهو ميه كتيره جدا. وده طبعا بيكون تحت في الجذور، وده بيكون لي ضغط عالي جدا تحت في الجذور بتاعت النباتات. واكيد في المثال بتاع الشاليمو استنتجت ان الضغط فوق لازم يكون قليل عشان الميه تمشي من الضغط العالي تحت للضغط القليل فوق. تعال بينا بقى نركب الاسانسير الرباني اللي ربنا خلقه في النباتات ونطلع من تحت لفوق عكس الجاذبيه. تعال نقول لك ايه اللي بيحصل فوق بقى عشان يقلل الضغط. المفروض دلوقتي ان الخطوه اللي جايه ان الميه تطلع في الماسوره عكس الجاذبيه. لما طلعنا فوق في ورقه الشجر بقى لقينا ان في عمليه بتحصل بتشفط الميه، وبالمناسبه بيكون اسمها الترانسبيريشن. بكل اختصار وبدون دخول في اي تفاصيل ولا تعقيد، ورق الشجر ده بيفقد ميه فوق على صوره بخار ميه، وبالتالي فوق لما ورق الشجر فقط شويه ميه، كميه الميه اللي موجوده في الزايلم اللي هي الماسوره دي حصل لها ايه فوق؟ اكيد قلت، لان ورق الشجر فقد ميه، وبالتالي يحصل ايه بقى للضغط؟ الضغط يقل فوق عند ورق الشجر. وانا لسه قايل لك من شويه ان الضغط في الماسوره تحت بيكون عالي نتيجه ان انا لسه راوي او ساقي الارض. ويحصل ايه بقى؟ تقوم الميه ماسكه في ايدين بعضيها كده وهيله بيلا تطلع من تحت في الضغط العالي لفوق في الضغط القليل عكس الجاذبيه. وطبعا كل ده بيكون بسبب ايه؟ بيكون بسبب العمليه اللي اتكلمنا عليها فوق اللي هي فقدان الميه عند ورق الشجر اللي كان اسمها الترانسبيريشن. بس كده. لو الحلقه دي عجبتك وانا عارف ان هي عجبتك انزل نعنشني بلايك حلو واعمل شير مع اصحابك، واستنوني في بهريز جديد من مملكه البهاريز.